طبعا زي ما حضراتكم شايفين الاهلي طلع بيان عاجل دلوقتي ان هو هيعتذر عن استكمال بطولة الدوري بسبب طبعا ان هو كان طالب حكام اجانب لمباراته مع مع الزمالك طبعا القمة. فبالتالي رابطة الأندية واتحاد الكرة قال لك مفيش فرصة إن احنا كنا نجيب حكام أجانب، ثم إن الزمالك طبعا اللي هو طرف في المباراة والمباراة تعتبر مباراته ما طلبش حكام أجانب بسبب الأزمة المالية اللي بيمر فيها. النادي الاهلي النهارده بلغ طبعا الاتحاد رسميا، طلع بيان ان هو في حال اقامه المباراه تمسكه طبعا بحكام اجانب، في حال اقامتها بعدم حكام اجانب او بطاقم تحكيم محلي طبعا لن يستكمل الدوري. يعني بمعنى صح ان هو هينسحب من المباراه دي ومش هيكمل كمان مباريات الدوري، وده ما يحصلش اصلا. ما توقعش ان الاهلي مش هيستمر، ممكن يتم تاجيل المباراه لحين طبعا استدعاء طاقم تحكيمي، الله اعلم بعد 20 يوم ممكن بعد شهر، ولكن ده الوضع الحالي.